المسلحة العربية الليبية، وعلى رأسهم رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري بالذكرى 75 لتأسيس الجيش الليبي. وتمت الاحتفالية في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة المصرية، وحضرها من الجانب المصري ممثلون عن وزارة الدفاع المصرية وعدد من أفراد الجيش المصري. وبدأ الاحتفال بتلاوة عدد من آيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الأمة ورسول الإنسانية. أولا نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله ننطلق، وعلى بركة الله نحتفل، وعلى بركة الله نبتهج بالعيد 75 لتأسيس الجيش الليبي في هذه البقعة الطاهرة وفي هذا الثراء الطيب من أرض جمهورية مصر العربية، أرض الكنانة. فبجانب النصب التذكاري الذي أقامه الملك إدريس السنوسي وعلمي ليبيا ومصر يرفرفان، جاءت كلمة اللواء الناظوري التي بدأها بالتقدم بالتحية للقوات المسلحة التي تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير البلاد من العناصر الإرهابية، موضحا أن أول ظهور للجيش الليبي كان من مصر، حيث بدأت منها مرحلة تحرير ليبيا من الغزاة الإيطاليين. وأكد أنه قبل هذا التاريخ كانت ليبيا تئن تحت الاحتلال الطلياني البغيض، وكان قوات المجاهدين الليبيين الأبطال تخوض المعارك التي استمرت لعشرات السنين، لافتا إلى الزج بنصف سكان ليبيا في المعتقلات الجماعية وعموم الخراب والجوع في البلاد. في هذا الوقت الذي نعيش فيه عبق التاريخ ونستحس بأرواح آبائنا وأجدادنا الذين وقفوا هنا قبل 75 عاما ليعلنوا العالم أجمع ميلاد الجيش الليبي البطل على هذه البقعة الطاهرة من أرض الكنانة، مصر العروبة والإسلام. وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم مصور يبرز بداية تأسيس الجيش الليبي على يد الملك إدريس السنوسي الذي اتخذ وقتها اسم جيش الفتح، والدور الكبير الذي بذله لمحاربة الاحتلال والدفاع عن تراب الوطن. من أجل الدفاع عن سيادة وتراب الوطن الغالي. في ذكرى تأسيس الجيش الوطني الليبي، كل كلمات كانت تشيد بدعم الجيش الوطني الليبي ورفع قرار حظر السلاح. لقناة وطن الكرامة، إبراهيم العبيدي، القاهرة. دعا مجموعة من الشباب